بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في هذه الحصة من حصص دروس مادة التاريخ لمستوى الأولى بكالوريا، مسلك العلوم التجريبية وكذلك العلوم الرياضية وعلوم الاقتصاد والتدبير وكذلك مسلك العلوم الشرعية. هذه الحصة سنقدم فيها خطاطا مفصلة لدرس أوروبا من نهاية الحرب العالمية الأولى إلى أزمة 1929 وفق الإطار المرجعي، وسنتناول في هذا الدرس مجموعة من المحاور، أهمها أولا نتائج وخسائر الحرب العالمية الأولى، ثم ثانيا التطورات السياسية الكبرى في أوروبا من نهاية الحرب العالمية الأولى إلى أزمة 1929، ثم أخيرا أزمة 1929 وآثارها على أوروبا. إذا بداية بنتائج وخسائر الحرب، فالحرب العالمية الأولى خلفت مجموعة من الخسائر ومجموعة من النتائج، كان أبرزها نتائج سياسية واجتماعية واقتصادية. بخصوص النتائج السياسية للحرب العالمية الأولى، فقد عقدت الدول المنتصرة بعد الحرب العالمية الأولى مؤتمرا للصلح، يعني مجلس الأربعة الكبار، في باريس سنة 1919 لوضع أسس نظام عالمي جديد قائم على المبادئ ال14 للرئيس الأمريكي ويلسون، فضلا عن توقيع معاهدات صلح مع الدول المنهزمة. ومن أبرز هذه المعاهدات التي تم توقيعها معاهدة فرساي، معاهدة صفر، وكذلك نوي. بخصوص معاهدة فرساي، فرضت على ألمانيا يوم 28 يونيو 1919، ونصت على تحميل ألمانيا مسؤولية الحرب وكذلك تقليص جيشها واقتطاع أراضي منها وكذلك دفع تعويضات مالية تدفعها ألمانيا. كذلك معاهدة صفر، والتي فرضت على الإمبراطورية العثمانية وقضت بتفكيك هذه الإمبراطورية، وكذلك معاهدة نوية حيث فرضت على بلغاريا وأقرت اقتطاع أراضي منها لصالح دول الجوار. وكانت النتيجة هي تغيير الخريطة الترابية والسياسية بتفكيك الإمبراطوريات وظهور دول جديدة بأوروبا. أما بخصوص الخسائر البشرية والاجتماعية، فتجسدت في ملايين القتلى والجرحى والمعطوبين والمفقودين التي خلفتهم الحرب، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الأرامل والأيتام والفقراء، ناهيك عن ارتفاع معدلات البطالة والفقر وخروج المرأة إلى العمل. ثم كذلك كانت هناك خسائر اللي هي اقتصادية، تمثلت في دمار البنيات التحتية والإنتاجية، الأمر الذي أدى إلى تراجع مهول في الإنتاج الصناعي والفلاحي، وكذلك تراجع مكانة أوروبا الاقتصادية لصالح قوى اقتصادية جديدة كاليابان والولايات المتحدة الأمريكية. يعني هذا بخصوص النتائج وخسائر الحرب العالمية الأولى. بخصوص المحور الثاني الذي يتعلق بالتطورات السياسية الكبرى في أوروبا من نهاية الحرب العالمية الأولى إلى أزمة 1929، فتمثلت هذه التطورات السياسية في مجموعة من يعني العناصر نتناولها على الشكل التالي: الأوضاع العامة في روسيا، الأوضاع العامة في فرنسا، ثم الأوضاع العامة في ألمانيا وكذلك في إيطاليا. يعني بخصوص الأوضاع العامة في روسيا، فكانت على الشكل التالي: عرفت روسيا في فبراير 1917 قيام ثورة أطاحت بالنظام القيصري وفتحت المجال لتأسيس حكومة برجوازية مؤقتة عجزت عن حل مشاكل المجتمع الروسي، وهو الأمر الذي أدى لإسقاطها في خريف، ونتج عن ذلك تأسيس نظام اشتراكي من طرف لينين المتشبع في 1917 يعني بأفكار كارل ماركس، عبر إصدار مراسيم حول الأرض والسلم. وأعقب هذه الإجراءات حدوث توتر سياسي تجسد في الحرب الأهلية اللي كانت ما بين 1918 و 1921. أما على مستوى فرنسا، يعني الأوضاع العامة في فرنسا، يعني الأوضاع السياسية، تم تشكيل حكومة ائتلافية ضمت المسيحيين والعلمانيين، واجهت عدة توترات سياسية. أما على المستوى الاقتصادي، فتمثل في تأزم الأوضاع الاقتصادية بفعل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم. أما على المستوى الاجتماعي، فتمثل ذلك في ارتفاع نسب الفقر والبطالة والمجاعة. أما على مستوى الأوضاع العامة في ألمانيا، فشهدت ألمانيا سنة 1919 قيام جمهورية فيمار التي كانت ضعيفة أمام قساوة معاهدة فرساي، أو قيام حكومة فيمار التي كانت ضعيفة أمام قساوة معاهدة فرساي من جهة، والتوترات السياسية كثورة سبارتاكيين ومحاولة هتلر الانقلابية من جهة أخرى. واستغل هتلر هذه الأوضاع الحرجة خصوصا أزمة 1923 ليقدم نفسه بديلا في السلطة، وهو الأمر الذي نجح فيه بعد تصدره انتخابات 1933، والتي مكنته من الوصول للسلطة وتأسيس نظام نازي ديكتاتوري قائم على المجال الحيوي والعنصرية وتوجيه المجتمع، وساهم ذلك في اندلاع الحرب العالمية الثانية. أما بخصوص إيطاليا، فكانت الأوضاع على الشكل التالي: على المستوى الاقتصادي، تراجع الإنتاج الصناعي والفلاحي أدى إلى عجز تجاري
وارتفاع في حجم الديون الخارجية. أما على المستوى الاجتماعي فكان انتشار الفقر والبطالة وتعدد الاضطرابات السياسية. ثم سياسيا استغل بنتو موسوليني هذه الأوضاع وأسس نظاما ديكتاتوريا فاشيا اعتمد فيه على الإرهاب والتخويف وقمع المعارضين، وساهم ذلك في اندلاع الحرب العالمية الثانية. يعني إذن هذه هي الأوضاع العامة والسياسية الكبرى في أوروبا في نهاية الحرب العالمية الأولى. أما بخصوص أزمة 1929 وأثرها على أوروبا، يعني انطلاق وانتشار الأزمة أولا، ثم بعد ذلك أثرها على أوروبا. بخصوص انطلاق وانتشار الأزمة، انطلقت أزمة 1929 من بورصة وول ستريت بالولايات المتحدة الأمريكية جراء انهيار يعني قيمة الأسهم المعروضة للبيع يوم الخميس الأسود 24 أكتوبر 1929، وانتقلت من البورصة إلى الأبناك لتشمل بعد ذلك باقي القطاعات الاقتصادية. كما عرفت انتشارا مجاليا في أوروبا وأمريكا الجنوبية والمستعمرات بسبب الترابطات الرأسمالية التي تربط بين الدول الرأسمالية. أما بخصوص آثارها على أوروبا فكان ذلك الآثار على مجموعة من الأصعدة. فعلى المستوى السياسي تمثل هذا الأثر في تراجع الثقة في الأنظمة الديمقراطية وتزايد الثقة في الأنظمة الديكتاتورية النازية والفاشية على سبيل المثال. ثم على المستوى الاقتصادي تمثلت هذه الآثار في حدوث أزمة اقتصادية أدت إلى انكماش اقتصادي بفعل التضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة. أما على المستوى الاجتماعي فتجلت هذه الآثار في تزايد أعداد العاطلين وكذلك تزايد الاحتجاجات ومظاهرات كانت دموية بالإضافة إلى الفقر. يعني إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الدرس. هذه هي خططة الدرس، وإلى درس آخر إن شاء الله.